وصفة اليوم رمضانية بامتياز، كما نحبوها في سهرتنا الرمضانية، اللي هي حلوة البابا ولا حلوة البابا، بمقادير بسيطة وطريقة تحضير سهلة وسريعة، غير احتفظوا بالوصفة. أول حاجة حنديروها نوجدو شربتنا باش تبرد، فيها كاس تاع السكر مع 2 كيسان تاع الماء، البرش تاع القراص نديروهم يغلوا لمدة 15 دقيقة ونطفوا عليهم. بالنسبة للعجينة تاعنا اللي فيها نص كاس حليب يكون دافي، مغرفة كبيرة وممسوحة تاع خميرة الخبز، مغرفة صغيرة تاع الخل، 2 مغارف تاع السكر، نخلطوهم مليح ونضيفوا عليهم كاس تاع الفرينه يكون معمر، نخلطوهم مليح ونزيد لهم مغرفه صغيره تاع لافاني، 2 حبات تاع البيض، وبلا ما ننساو قرصه تاع الملح اللي حتى تعدل لنا الذوق تاعنا، ونزيد لهم شويه مبشور الليمون، زيدوا مغرفه كبيره تاع الزبده كيما قادرين، نزيدوا نص كاس تاع الزيت ونخلطوهم مليح، ونزيدوا نص كاس تاع الفرينه باش نوصلوا لهذا القوام، ونجيبوا ليمون تاعنا. انا هنا كنت استعملت ليمون تاع الالومنيوم، ما تقدروا تستعملوا ليمون تاع السيليكون. دخلوهم للفرن على 180 درجه حتى يتحمروا معكم، وتجيبوا هذيك الشربات اللي لازم تكون بارده وتغطسوهم فيهم حتى يتشربوا مليح هذيك الشربات، وتزينوهم كيما حبيتوا. شهيه طيبه، نتلاقاو في وصفه جديده.